السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعينا الأعزاء؟ إن شاء الله نكون بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم راح نعمل فستان لعمر 3 سنوات، ما بين 3 سنوات ل3 سنوات ونصف أو 4 سنوات. الفستان مكون من قطعتين. القطعة الأولى الداخلية اللي هي مع كم، والفستان على قد الجسم، بس يعني من تحت أوسع شوي بده يكون، بس شوي صغير، لأنه هي راح يجي كمان قطعة فوقه 2 على 2. بنرجع نثني على 2 بهذا الشكل. راح اشتغل بدون مقاسات بالتقريب. الجزء الداخلي التنورة قصير، يعني الفستان قصير مش طويل. انت بتحددي الطول اللي بدك اياه. هذا شكل الفستان. دوران حفرة الركبة، ننقص كمين. الفستان سهل جدا. عرض الكم بطول حفرة الإبط ضرب 2. هذا الجزء الأول من الفستان. شوف الجزء الثاني. تنورة إكلوش، ولو اجى الخصر تبعها اوسع شوية عادي، ما فيش اي اشكال. راح نركب عليه استك. مش راح برضو احدد فيها مقاسات، بدي الخصر واسع شوي، لانه زي ما قلت راح اركب عليه استك. وطول التنورة بالطول اللي بدك اياه بده يكون اطول من التنورة، من تنورة الفستان الاساسية. يعني اطول لما تركب من عند الخصر بدها تكون اطول. هاد الفتحة اللي في التنورة بدها تكون من الأمام. لاحقا بنشوف شو وضعها. راح ناخد قطعة بالطول من اللون هذا، بدها تركب على صدر الفستان من الأمام، كأنه في مرد. هي شكل فقط لا غير. بدنا نركب على الكمين تكون مردو في إلها ارتداد. يعني هذول طبعا كمان قميص إعادة تدوير. هذول بنوريكم تحديدهم لما نيجي نركب اللي هو هاي الكم. طبعا هاي عرضها كثير. هاي بدها تركب من الداخل وترتد للخارج فقط، منظر لا غير. بدنا نقص له ياقة. هلا هاي بداية التنورة ممكن نضيف عليها شريطين زي البيه
يركب من الداخل ويرتد للخارج. شوف شريط لونه أزرق بكون أفضل هيك من هذه الناحية. بدنا نقص سياقة اللياقة عريضة شوي مش رفيعة. الفستان شكله تقدروا تشتغلوا هذا الموديل على فستان صيفي من قماش الستان او الشيفون، بيكون جميل جدا. خلينا ننتقل للخياطة. ناخد علامة لمنتصف الصدر. هلا هذه القطعة اللي بتركب على الصدر بتحدد طول البدن كم. عندنا طول بدن تقريبا 24 سنتي. هي العلامة هيك، هي 24 بالضبط، اللي هو هذا مستوى القطعة اللي بدها تركب على الصدر. بقفلها بهذا الشكل هيك طوليا. بفتحها مناصفة بهذا الشكل وبقفل من الأسفل وبقلبها. إنه هذه القطعة مش بطول الصدر، هاي إحنا عندنا من عند حافة الركبة هذا طويل كثير. ناخد منتصف الصدر نركب هيك. نقلب وبنشيل الزيادة مع الدوران. هاي البيك بدنا نركب من جوا لبرا. هي البيك من هذه الناحية، البيك على الناحية العكس. الفستان الداخلي هيك جاهز تقفيل. هي الكم، طبعا الديل عشان ما اقعد اسني عملت هذا من الاسفل هيك بكون جاهز، ما بده ثاني خلص. ننتقل للتنورة الخارجية. الشريط بنثني واحد من الأطراف القماش لا له وجه ولا له ظهر. من الأسفل راح نعملها اوفرلوك. هلا بدنا نيجي لمنطقة الخصر، ممكن تضيفي عليها حزام نفس شكل الحزام ويكون أطول ويربط بربطة من الأمام، أو ممكن تضيفي لها أستك
لانه احنا عملناها اوسع، تضيفي لها استك والاستك بلمها وتلتبس فوق القطعه الداخليه. راح اعمل من تحت اوفرلوك، واعمل من فوق اوفرلوك، واركب على منطقه الخصر استك. قفلنا الاستك، بنعمل خياطه خارجيه هيك. الاستك جاهز. بنيجي للتنوره. التنوره بنقسمها على 2. هي منتصف الظهر، هذا الصدر. هلا انا ما بدي اياه يوصل الصدر الامام، ما بدي اياه يوصل بعضه، بدي اياه هيك يكون مفتوح بهذا الشكل. بجيب قطعة من لون اسود وبوصل هيك، بخلي فراغ. هاي راح يغطيها الاستك. اذا هذا المنتصف وهذا المنتصف، هاي علامة عليه. اذا هذا المنتصف بده يكون هيك. هيك مسكنا المنتصف من الامام، بنرجع للخلف. هاي منتصف الظهر وهي منتصف الاستك، وبنبتدي نركب من برا ونوزع الاستك عليها. بنشدش كثير لانه الماكينة اساسا بتدفع، وما عندنا اتساع كثير في التنورة. هذا هو الفستان تبعنا لليوم. هاي القسم الداخلي منه، هاي ثانية الكم. الياقة عالية قلف، بتقدر تثنيها وبتقدر تتركيها زي ما هي. بتقدر تلبس البنوتي الفستان زي ما هو هيك بدون القطعة الثانية، وتعمل لها حزام من نفس اللون، حزام من نفس اللون هذا. هلا القطعة الثانية اللي هي التنورة، اللي هي بدها تكون معاه بهذا الشكل فوقه. يعني هذا الفستان بده يكون هيك، هيك بكون القطعتين مع بعضهم. طبعا هذا بتقدري تخليه للاخير تحت، هذا بتقدر تخليه للاخير تحت زي ما بدك، بس ما بتضيفي هذول، بتخلي التنوره ساده من غير ولا شيء. احنا ضفنا هذول في حال انه في تنوره فوقه وفي هذول خطين فيها. يا رب يكون هذا الفيديو اعجبكم، نال رضاكم. الفكره بسيطه وسهله ومفهومه. خلينا نشوف ارائكم تعليقاتكم. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.